تعالوا هنا يا حبايبي اقول لكم هنفرز مع بعض ايه النهارده. اول تفريزات رمضان 26 تفريزات ايه بنعمل مع بعض كده. تفريزات اللوبيا الخضراء، اللوبيا الخضراء انا هنا هفرزها من غير ما اسلقها اهي. جبتها نضفتها وجهزتها اهي وغسلتها وصفيتها خالص وحطيتها على قماشه شربت الميه منها، وهنا هفرزها من غير سليق ومن غير اي حاجه، تفضل خضرة كده معانا من السنه للسنه من غير لونها ما يغير ولا اي حاجه. انا تعبيها يا حبيبتي بقى في اكياس كده وتعينها في الفريزر. ده اول تجهيزات ايه رمضان 26 التفريزات بتاعه رمضان. فقلنا نفرزها من ايه، من الحاجه اللي بنفرز ايه، بنفرز من الحاجات اللي موجوده في السوق. فبنفرز ايه دي اللوبيا الخضراء هي كان معظمها ايه بيتفصص فهي متفصصه اهي جاهزه كده وعبايه يا حبايبي. وايه وهرجع لكم هتعيني في الاكياس على حسب ايه الطلب بتاعك، الكميه على قد الطلب بتاعك وعلى قد العيله بتاعتك وعلى قد ما بتطبخي يا حبايبي. كده هنفرزها وارجع لكم كده احطها في اكياس وارجع لكم يا حبايب قلبي. يا حبايبي انا هنا خلصتهم اهو تفريز، حطيتهم ايه كل كيس على قد الطبخه بتاعته اهو. شايفين لونها اخضر ازاي وبتفضل طازه كده في التلاجة من السنه لسنه. انا بفرزها كده لا بديلها غلوه ولا بحطها في ميه بتغلي ولا الحاجات دي خالص. انا بغسلها كده واصفيها على المصفى لما تنزل ميتها خالص، وبعدين ايه احطها على قماشه لما تنشف احطها في الاكياس كده وبفرزها. بتفضل عندي خضرة كده لما احتاجها اطلع منها. احنا قلنا مش بنفرز الحاجات الزياده، احنا بنفرز بصوا حاجات على قد ايه على قد ايدينا. اللوبيا موجوده دلوقتي فدي جبت ايه 3 كيلو. شوف فرزتهم قد ايه على قد الطبخه كده حبات، مش بنكتر في الطبخه ولا حاجه. دي طبخه بسم الله ما شاء الله تكفي ايه. عندي مثلا ناس كتيره او عندي حد عدد افراد كتير او حاجه ممكن اعمل كيسين مع بعض. احنا بنفرز كده يا حبايبي، بنجيب مثلا كيلو زياده او حاجه بنفرزه، بنجيب نص يعني نبقى محتاجين كيلو نجيب كيلو ونص نعين منه النص كده. طيب دي طريقه اللوبيا الخضراء وتفريزاتها. ودي كانت الفيديو ده يا حبايبي كان اول تفريزات رمضان 26 معاكم يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراكات وارائكم علشان القناه تكبر بيكم ولكم يا حبايب قلبي. انا قناه طبخ للجميع للمبتدئين. اشوفكم على خير ان شاء الله.